وفي النهاية يا صديقي، عرفنا في الفيديو ده ازاي تكون ولي من اولياء الله الصالحين، وعرفنا ان طريق الولاية مش صعب زي الناس ما متخيلين، لا ده هو ايسر وابسط مما نتخيل، بس محتاج جهد وصبر يا صديقي عشان تكون معاك كل المزايا اللي قلناها في الفيديو دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ مش عاوز تكون ولي من اولياء الله الصالحين يا صديقي؟ قول لي اكيد طبعا، بس هعملها ازاي؟ ده انا ورايا شغل ومذاكره ودروس، وما اقدرش اسيب كل ده واتفرغ بس للعباده. اقول لك لا يا صديقي، مش شرط الولي يكون متفرغ للعباده وقاعد في صومعه ويعبد ربنا وبس، ده اصلا منهي عنه في الاسلام اللي انت تكون مترهبن. هتقول لي يا عم بس انا مش شيخ ومش عالم، ما ينفعش اكون حاجه زي كده. اقول لك برضه لا يا صديقي، مش شرط الولي يكون في كل الحاجات دي. انا جايب لك طريقه النهارده يا صديقي قال لنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لو احنا عملنا بيها هنكون من اولياء الله. هتقول لي ايوه، بعد ما اكون من اولياء الله ايه اللي هيحصل لي؟ هقول لك يا صديقي، هيكون هو ودانك اللي بتسمع بيها، وهو بصرك اللي بتشوف بيه، وهو رجلك اللي بتمشي بيها، ولو قلت له انا عاوز اي حاجه هيديها لك، ولو قلت له ابعد عني اي حاجه هيبعدها عنك، ومفيش حد يقدر يقرب منك يا صديقي. هتقول لي قول لي الطريقه بسرعه، اتشوقت لها بجد. اقول لك ماشي يا صديقي، عشان هو ده موضوع فيديو النهارده يا صديقي. تابع الفيديو النهايه، تشترك لايك والاشتراك، وتابعنا على قناتنا على الواتساب، الرابط هتلاقيه في وصف الفيديو. يلا بينا يا صديقي، يلا بينا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا صديقي فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ربنا بيبدأ الحديث يا صديقي بيقول لك: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني مفيش مخلوق هيقدر يقرب من أولياء الله. يعني ربنا بيقول لنا يا صديقي لو أنت كنت من أوليائي مفيش مخلوق هيقدر يأذيك إلا بإذن. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي هيعدي دول، اللي هيجي جنب دول، اللي هيقرب من دول هيكون بيحارب ربنا. ربنا اللي أرسل الذباب وأهلك بيه النمرود. تخيل الذباب والبعوض اللي أنت بتنشاهد دي يا صديقي هي اللي أهلكت ملك من ملوك الأرض الأربعة، فما بالك بقى بجنود ربنا اللي احنا ما نعرفهاش يا صديقي. فمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا كده بيقول لنا ايه؟ بيعشمنا اللي احنا نكون من اولياء. طب ازاي بقى يا رب نكون من اوليائك؟ اول حاجه الفرائض يا صديقي، الصلاه الخمسه اوعى تسيبها. ده في عالم يا صديقي من علماء المغرب اتسال وقال له: ما حكم تارك الصلاه؟ قال له: ده حاجه تخيليه لا يتوقع وقوعها. يعني احنا ما نتوقعش اصلا ان حاجه دي تحصل، ان في مسلم يكون تارك للصلاه. لو جه دلوقتي في زماننا ده يا صديقي الله اعلم ايه اللي هيعمله في نفسه او اللي هيعمله فينا. فربنا بيقول: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الفرائض يا صديقي، الصلاه الخمس، الصيام، شهر رمضان، الزكاه، الحج، بر الوالدين، ان انت تبتعد عن الحاجات اللي نهاك عنها وتعمل الحاجات اللي امرك بيها، هي دي الفرائض يا صديقي. الحاجات دي ربنا بيحبها. طيب هتقول لي كده يا صديقي ان ربنا بيحب الحاجات اللي بعملها، يعني الفرائض، ما بيحبنيش انا عاوز ربنا يحبني. اقول لك يا صديقي ده موجود في بقيه الحديث. ربنا بيقول يا صديقي: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يا سلام يا صديقي لما ربنا يحبك، كل حاجه هتجيلك، اي حاجه تتمناها ربنا هيديها لك. ليه؟ لان هو بيحبك. تعرف يعني ربنا يحبك يا صديقي؟ يا صديقي ده انت لو حد كبير في بلدك بيحبك بتبقى طاير من الفرحه، فما بالك لما ملك الملوك رب الأرباب يحبك. الله سبحانه وتعالى القوي القدير العليم الخبير السميع البصير يحبك. ايه هتكون حياتك؟ ايه هيكون وضعك لما ربنا يحبك؟ طيب ايه هو الطريق اللي بيوصل لان ربنا يحبني؟ اقول لك يا صديقي النوافل، السنن يا صديقي اللي انت بتستهان بيها. السنه اللي بتقول يا عم دي سنه، يا عم مش فرض، يا عم نسيبها، يا عم سنه. اقول لك يا صديقي السنن دي كترها بيخلي ربنا يحبك. لما نصلي سنه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا العشرة ورا العشرين ورا المية ربنا يحبك يا صديقي. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. 12 ركعة يا صديقي، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. أذكار الصباح والمساء يا صديقي، الضحى، الذكر يا صديقي، قراءة القرآن، كل الحاجات دي ربنا بيحبها. هي مش فريضة عليك بس ربنا بيحبها، فأنت لما تعملها ربنا هيحبك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب ربنا يا ربنا لما تحبني ايه اللي هيحصل لي؟ اسمع بقى يا صديقي. اولا يا صديقي فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. تخيل ان ربنا هو اللي يخليك ويختار لك انت هتسمع ايه، يخلي ودانك ما تسمعش غير الحق،
فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. تخيل كل الحاجات دي يا صديقي، واسمع بقى الجائزة الكبرى: ولئن سألني لأعطينه. أي حاجة هتسأله هيديها لك. ليه؟ لأن هو بيحبك، والحبيب لا يرفض طلب حبيبه. ولئن استعاذني لأعيذنه. هتقول لي ابعد عن الحاجة دي، أعوذ بالله من كذا وكذا يا رب، اعبدها عنك. ليه؟ لأن أنت حبيبه. تخيل أنت حبيب ربنا. تأمل المعنى يا صديقي وتدبر المعنى. تأمل الكلام تاني كده يا صديقي: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انت متخيل يا صديقي ان كل الحاجات دي لو عملت الحاجتين دول بس، لو عملت الفرائض اللي عليك ولو عملت النوافل، ربنا هيحبك. النوافل اللي احنا بنستهين بيها يا صديقي اوعى تستهين بيها، وخلي كل نافلة وكل سنة بتعملها يا صديقي تكون خطوة في ان ربنا يحبك. واسمع بقى الآيات دي يا صديقي وطمن قلبك بيها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب إيه صفاتهم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله لا خوف عليهم يعني ما يخافوش ولا يحزنوا، لا في دنيا ولا في آخرة. صفاتهم مش هم يكون شعرهم منكوش، ولا يكون لبسهم مقطع، ولا بيسألوا الناس، لا. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الولي يا صديقي مش اللي هو يقعد في أوضة أو في صومعة ويعبد ربنا وبس، لا يا صديقي. الولي اللي يعرف يحول كل حاجة في حياته لعبادة وقربة يتقرب بها المولى سبحانه وتعالى. يقدر يحول نية العمل اللي هو بيستعفف بيها عن طلب العيش من الناس وعن السؤال، ويقدر يحول المذاكرة والدراسة وطلب العلم أو يحولها لبر الوالدين. الولي يا صديقي اللي يتقرب لربنا بالنوافل ويعمل الفرائض اللي عليه، هو ده الولي يا صديقي. فأوعى حد يضحك عليك ويقول لك إن طريق الولاية صعب. لا يا صديقي، طريق الولاية ربنا قال لنا عليه بالفرائض وبالنوافل. هتكون ولي من أولياء الله، وكل الحاجات دي وكل المزايا دي هتكون معاك يا صديقي. بس عليك اللي أنت تلتزم بالحاجات دي يا صديقي، وهتكون ولي من أولياء الله. ما تنساش يا صديقي لما تحس كده ان انت خلاص بقى ربنا بيحبك وانت بتحب ربنا، تدعي لي معاك يا صديقي. وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده ازاي تكون ولي من اولياء الله الصالحين، وعرفنا ان طريق الولاية مش صعب زي الناس ما متخيلين، لا ده هو ايسر وابسط مما نتخيل، بس محتاج جهد وصبر يا صديقي عشان تكون معاك كل المزايا اللي قلناها في الفيديو دي. وبس كده يا صديقي، ما تنساش تنشر المقطع بين الناس عشان تاخد الاجر والثواب من عند المولى سبحانه وتعالى، وما تنساش تدعي لي معاك يا صديقي، وما تنساش تعمل بالنصايح اللي قلناها في الفيديو دي عشان تكون ولي من اولياء الله الصالحين. وبس كده يا صديقي، أزال الله عنكم الهموم وشرح لنا ولكم الصدور، وأسعد اوقاتنا واوقاتكم فانه هو الحي القيوم، واعلم ان فيه يحبكم فانه علام الغيوب. تنساش تقول لنا رايك في التعليقات يا صديقي. كان من توفيق فمن الله، وان كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.